السلام عليكم الاخوان. درت لكم هذا الفيديو هذا باش نديروا واحد التحليل على المباريات اللي كاينين في هذا الدور يعني هذا الدور ديال 32. ان شاء الله غنشوفوا يعني المباريات كل مباراة والمنتخب اللي غيقدر انه يحجز البطاقة ديال التأهل للدور 16. غنشوفوا صراحة غنشوفوا كرة هنا. بالنسبة لي انا كأس العالم يلاه بدا بالنسبة لبزاف ديال الناس. المهم غتكون اول مباراه غتكون هي ديال جنوب افريقيا وكندا. كنشوف ان كندا عندها مباراه اللي مهم ماشي سهله بزاف، ولكن في المتناول، وهو راه هو المستضيف بطبيعه الحال. غيقدر ان منتخب كندا يحجز البطاقه. غنشوفوا مباراة أخرى ديال ألمانيا وديال الباراغواي. ألمانيا عندها صراحة فريق مزيان. غنشوف أن ألمانيا تقدر أنها تكاليفا لدور 16. فرنسا والسويد بطبيعة الحال. فرنسا المرشح الأبرز لهذا الكاس. غنشوف أن فرنسا غادا يعني هي المرشح الأكبر أنها تدوز وتربح السويد بواحد النتيجة اللي كنظن أنها غتحسم في 90 دقيقة. غنشوفوا المباراة ديال المغرب وهولندا. مباراة أنا شخصيا كنشوف أن المباراة غتمشي لأشواط إضافية، والمنتخب إن شاء الله غيحسمها في ضربات الجزاء، وكنتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المغربي. المباراة الأخرى هي المباراة ديال البرتغال وديال كرواتيا. مباراة اللي غتكون صراحة ما نكذبش عليكم، مباراة اللي غتكون صعيبة بزاف، ولكن تقريبا المهم هولندا يقدروا انه عفوا البرتغال غادي انهم يتكاليفاو لهذا الدور هذا المقبل. كنشوفوا مباراة اسبانيا والنمسا. هنا النمسا طاحت في واحد الفريق اللي كله يعني طموح باش انه يوصل لنهائي كاس العالم. كنشوف ان اسبانيا غادا تفوق على النمسا بشي نتيجه اللي المهم منطقيه. المباراة الأخرى كنشوف مباراة ديال أمريكا والبوسنة. طبيعة الحال أمريكا مختلفين بزاف على السنوات اللي شاهدنا فيهم، ولكن كنظن أن البوسنة غادي يقدروا يكونوا معاهم يعني في واحد التحدي. طبيعة الحال المباراة يمكن أنها تحسم في 90 دقيقة، ولكن كنظن أن المنتخب الامريكي غادي يقدر انه يمر لهذا الدور هذا. مباراة بلجيكا والسنغال، هذه مباراة اللي صراحة الفرق بجوج عندهم 50-50. كنظن ان ضربات الجزاء تقدر تحسم هذه المباراة، كنرشح بلجيكا انها تمر للدور المقبل ضربات الجزاء ولا في الاشواط الاضافية. مباراة أخرى اللي كان كيتسناها العالم كامل هي مباراة البرازيل ومباراة اليابان. المهم هذه المباراة راه ميمكنش شحال غتكون فيها متعة وغتكون فيها الكرة ديال بصح اللي كيحبوها المشاهدين. كنظن أن البرازيل غادا تتفوق على اليابان. المباراة الأخرى هي مباراة ديال ساحل العاج والنرويج. أنا شخصيا كنرشح ساحل العاج أنه يمر للدور المقبل. المباراة الأخرى هي ديال المكسيك وديال الإكوادور. بطبيعة الحال المكسيك فريق اللي مختلف عن الكل. كنظن أن المكسيك يقدروا أنهم يمروا بطريقه تكون سهله بزاف. مباراة الاخرى ديال المنتخب الكونغو الديمقراطيه اللي مر بواحد ما نقدروش نقولوا صعوبه، ولكن مر بواحد الطريقه لانه كان كيستاهلوا وكانوا يربحوا البارح اول ماتش ليهم، وهذا اول ماتش كيربحوه في كاس العالم. بطبيعه الحال طاحوا مع فريق منتخب اللي يعني هو باغي هذا العام هو اللي ياخذ كاس العالم. كنظن ان منتخب انجلترا غيقدر انه يدير الفارق ويقدر انه يتفوق على منتخب الكونغو الديمقراطيه. الارجنتين والراس الاخضر، هذا هو المنتخب اللي بغيت نهضر لكم عليه. عنده واحد الطريق مفروشه بالورد، يعني كما كنقولوا راه ميمكنش بحال كاس العالم كيقول لهم انا بغيتكم المره الثانيه تربحوني. الارجنتين والراس الاخضر كنظن ان الارجنتين تقدر تفوق على الراس الاخضر وتمر لهذا الدور. مصر واستراليا مباراة صعيبة بزاف، ما نكذبش عليكم. هنا 50-50. كنرشح استراليا، يعني كنرشح استراليا. ومباراة اخرى هي الجزائر وسويسرا. بطبيعة الحال سويسرا منتخب اللي لا ما نحتاج نهضر عليه، منتخب اللي غيتفوق ان شاء الله في هذه المباراة هذه في 90 دقيقة. 90 دقيقة غيتفوقوا على المنتخب البرازيلي على المنتخب الجزائري بشي نتيجه كنظن انها تكون نتيجه كبيره. والمباراه الاخرى هي ديال كولومبيا وغانا. ماتش غيكون تا هو 50-50، ولكن كنرشح المنتخب الكولومبي على داكشي اللي كيقدم هاد السنه هذه. غادي يكون المنتخب اللي غيخلق واحد
يعني غيخلق واحد المفاجاه، ولكن عنده مشكل هو منتخب الارجنتين. يعني كما قلت لكم المنتخب الارجنتيني هنا في هذا المسار عنده منتخب واحد اللي يقدر انه يدير معاه يعني في دور الربع، هو منتخب كولومبيا. منتخب الارجنتين عنده طريق مفروشه بالورد كما قلت لكم. المهم هذا الفيديو هذا درته لكم باش نشوفوا اشنو غيعطيو هذه المباريات، وان شاء الله غندير لكم الفيديو الاخر على المنتخبات اللي غتمر للدور المقبل. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو وصلتي حتى هنا ما تنساش تخلي معك لايك، سبسكرايب، دعمنا، وخلي معك واحد الكومونتير زوين. تحياتي للجميع.